بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بكم أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي الأزهري، ومع الحديث الثاني في مادة الحديث الوصية بالجار. جاري مسلم، جاري مش مسلم، جاري من كوكب تاني له حق عليه. 40 من هنا و40 من هنا و40 من هنا و40 من هنا كما قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها. جاري في النصرة والمؤازرة والنصيحة وكل حاجة. ماشي؟ يبقى الجار الإسلام قعد الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار حتى ظن الصحابة أنه سيورثه من كتر التوصية بالجار. الجار الحديث هو عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. متفق عليه. رواه البخاري ومسلم بشروطهما. يبقى متفق اتفقوا بالشروط، متفق عليه. طيب، معاني مفردات بقى. ظننت، حسبت أنه يأمرني عن الله بتوريث الجار من جاره، هيتورث كمان من كتر حقوقه، يعني سيورث، سيجعل له نصيبا في الميراث من كتر الكلام عليه. طب الكلام ده ازاي؟ الذي يبين الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بيان غاية الإسلام بالجار واحترامه والاهتمام به والعناية به، حيث بلغ من هذه العناية أن جبريل وصى على النبي صلى الله عليه وسلم به، يعني وصى النبي بهذا الجار. يعني ماذا ظن النبي؟ أن جبريل سيجعل للجار نصيب في الميراث، يعني هنقسم العيلة: الأب وما علا والابن وما دنا والإخوة وبعدين والجار. هناخد احنا إن شاء الله المواريث والربط قدام شوية. خلاص؟ يطلق الجار على الجار في الدار في الغالب، ويشمل المسلم والكافر والقريب والغريب والكل والأقرب والأبعد والصديق والعدو، وكلما كان أقرب جوارا كان أعظم حقا. فهناك من له 3 حقوق، وهناك من له حقان، وهناك من له حق واحد. طيب، جار له حق واحد والكافر له على الحريقة ولعت في بيته، يا عم سوي غرف ده لا، احنا اتفقنا قبل كده الدين حاجة والعلاقة والمعاملة حاجة تانية. ده جاري مسيحي، على راسي، اهلا وسهلا، يا مرحب جورج، اقعد تعبده. بنته بتتعرض لاذى، الحقها. بنته بتتعاكس، ادافع عنها. حصل حريقه، اجري اطفي معاه. عنده فرح، اهنيه. عنده مصيبه، اواسيه. ده شيء، طب ده الدين. لكن يا عم سيبه، ده ابن مش عارف ايه، يا عم ليه؟ لا اله الا الله. لا، مش من دين الاسلام، هذا ليس دين الاسلام. الإسلام جاء بالسلام والمسامحة بين كل البني آدمين. فما بالك الدين بقى لو دخل في عاصمة الدين بقى ومخالفة الدين وبتاع ومحاربة الدين، يبدأ هنا وقفة. لكن ملوش علاقة، بيخش ياكل أكلته ويقعد مع أهل بيته ويطلع شغله وصباح الخير صباح الفل وخلص الموضوع. خلاص يا عم، مفيش مشكلة طالما ما ظهرش عداؤه لدينك ولا أذاك في دينك ولا أذاك في عرضك ولا أذاك في بيتك، مفيش مشكلة، يبقى له حق الجار. تمام؟ ويشمل المسلم والكافر والقريب والبعيد، قلناه. طيب، حد الجوار كما قالت أم المؤمنين 40 دار. عد كده، 40 من هنا و40 من هنا و40 من ورا، 40 واحد. وكنا زمان بنراعي الكلام ده لما كان حد يموت عندنا في الشارع. يعني تذكر كان جارنا الحاج رفاعي الله يرحمه توفى، احنا كنا صغيرين كده. فجت والدتي، التلفزيون كان لسه يا دوب دخل تلفزيون، وما فرحانين قوي بالتلفزيون ده، نهار ابيض التلفزيون، ونتفرج على التلفزيون. فراحت قافله التلفزيون شايلاه. طب هنتغدى ونتعشى، مفيش طبيخ ولا محشي ولا لا. ايه علاقه المحشي بقى والاكل والشرب بالميت؟ يا ابن عيب يا حبيبي، الناس يقولوا ايه فرحانين فيهم، نفرح فيهم ليه؟ ولكن العلاقه اصبحت احساس. مفيش ليه هتطبخ الطبيخ يطلع ريحه وبتاع، ودوك حزنانين وطفحانين ما هم مش حاسين بحاجه. لذلك الاسلام راعى النفوس جدا. ولما نشرح موضوع الانيه الذهب والفضه هنفهم الكلام ده، شرحته في سنة أولى إعدادي للأولاد. يبقى الإسلام راعى حتى إن أنت نفسك ما تشيلش وتتضايق بسبب صاحبك ده، الفوارق اللي بينكم. فبالك جارنا، جاري مسلم، أهلا وسهلا، على راسي طبعا لو حقين. طب مسلم وجاري وابن عمي قريبي من عيلتي، ده 3 حقوق. قريبي ومسلم وجاري. تمام؟ يبقى هناك من له 3 حقوق، وهناك من له حقان، وهناك المسلم والجار. خلاص، مسلم وجاري حقين 2.
حق واحد بس انه جاري، اهلا وسهلا، وادافع عنه وانصره واجري على حقه، ولو عنده مصيبه اقف معاه، ولو عنده فرح اهنيه، ما فيش مشكله في الكلام ده. عاد النبي صلى الله عليه وسلم الولد اليهودي، صح ولا ما عادوش؟ واحنا جايبين ديننا منين؟ مألفين ولا حاجه؟ النبي صلى الله عليه وسلم عاد اليهودي جاره. احنا نتعود كده. كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن، افضل خلق على وجه الارض كان خلق رسول الله، فاحنا نتعلم منه. لكن اعمل بقى بتاع وهيص وفرح وزنبليطه ولسه الراجل بات الصبح، يا عم اجل الاسبوع الجاي اللي بعده، وبعدين خده بعيد اعمله عنده هو في بيته هناك عشان الناس، ومراعاه النفس شويه عشان الناس ما تبقاش حزينه. فهمتوا يا اخوانا؟ يبقى ده اقل حاجه عم النجم. طب من مظاهر حق الجار؟ اعانته، اقراضه، محتاج وهيتجوز البت والدنيا خربانه وما معهوش، والحقني يا حاج والله، اتفضل يا حبيبي، طب زي الفل.